السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ مزيانين بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما كتعرفوا المسرحيه ديالنا دابا على هذه البطاقه، الفيزا الالكترونيه اللي دار المغرب، والبطل ديالها هو المغرب، والممثلين اللي جمع هما الجزائر وتونس على حسب مسابقات كاس افريقيا. التاشيره اللي كتخص غير الجماهير اللي كي يرافقوا المنتخب ديال بلادهم للملعب، الفنادق، وكذلك المطاعم، وحتى فاش يتنقلوا في الكار او في الترامواي او في الطاكسيات، او المهم شي حاجه في الثلاجه. الاخوان غادي تستمتعوا ان شاء الله في المغرب، وغادي تمتعوا وتمتعوا عيونكم الا تيليشارجيتو التطبيق. يلا نشوفوا تونس والجزائر شنو كيقولوا على هذه البطاقه هذه. السلام عليكم. بالله هذايا كلامي موجه واحد مروكي توا عامل لايف فرحان هكا اكسيتي. قال لك المروك سكا عملت الفيزا ل8 بلدان مسلمه معناتها تقول لا اله الا الله محمد رسول الله، وفرحان هكا ولدي سكر الفونتير، سكرها، نقول لك سكرها من تو. ونا با بزون احنا باش نمشيو للمروك دين بار، وما تشوفش فينا نهار كامل واحنا سكرنا فوقنا والجمال ولا حصنيا والجبال جادينكم داخلين لكم من كل بر. تشوف فينا معناتها ألف مئات الآلاف ما تكونش أمورها منظمة، وما تعرفهاش وين السكن متاعها، وما تعرفهاش كيفاش باش تتحرك أمنيا، واللي تحب أنت وتنظيميا يلزمك تنظم الأمور هذه. والقرار هذايا اتخذ بالمناسبة هذه، ينتهي بانتهاء المناسبة هذه. استثنى العديد من الاشخاص، منهم اللي فوق اعمارهم فوق ال 55 سنه، منهم اللي يكون عنده من اب مغربي ولا من ام مغربي حصيلوا عمل الاستثناءات هذه. هذا قرار تنظيمي تقوم به الدول الكل، اللي اموره منظمه يمشي يقدم تاشيره الكترونيه كيفها كيف الدول الاخرى، تبدا اموره واضحه، يعرف وين باش يقضي في انا نزل، واموره كل مريقله، وعنده الاموال اللازمه باش موجوده كذا كذا. وكل دوله من حقها في التنظيم باش تتخذ. ويا المروكي بنيتو اصطاد في 14 شهر، واحنا بنيناه ب 14 سنه، ودايرين فيديو وخارج في التيك توك وتبري في صدرك باللي بنيتو اصطاد في 14 شهر. ديجا هذه ما بنيتوش في 14 شهر، درتو غير توا في 14 شهر. بصح الا كنت راجل وما تباشي يماك الحقوق الفورة ولا في 3 سنين مزيجة تاع الحوز. شحال بليتو لهم المسكن في 3 سنوات؟ ولا واحد مسكن في 3 سنوات في الجزائر. بناو 750 ألف مسكن. هاوين لازم ندير المقارنة. مش فيزا ولا فما فيزا، معناتها هذا ماش غريب جدا. دونك معناتها حتى اللي الفرنساوي المفروض تمشي ديريكتومون من غير فيزا. حتى الفرنساوي راهو باش يعمل فيزا الكترونيك. هذا شكون كي يعرفوا روحهم ما يقدوش كوب دافريك ما ينظموهاش. ما كاو معناتها هذه هذول ابسط الحقوق. الاخوان دير قطر هيا، دير المغرب يلاه، ما نرضاوش. انا وما نرضاش. انا نتيليشارجيها اول واحد باش نعرف ونستعرف شنو كيرجع في المدن اللي ما كنعرفش. علاش الناس كيهضروا على هذا الشيء، هذا التوانسه وهذا الجزائريين، وكاين اللي خرج شي كيهضر على البناء، شي كيهضر على كذا، شي كيهضر على كذا. المهم اخوان ديالنا حاجه وحده بغينا نعرفوا، واش ديرها السنغال زرزاو بها، ديرها الكوتيفوار زرزاو بها، ديرها جنوب افريقيا زرزاو بها الجزائريين والتوانسه، ديرها مصر زرزاو بها، دارها المغرب ما رضيتوش بها. اول مره كتطبق في القاره الافريقيه هذه التاشيره الالكترونيه. واما هما الاخوان ديالنا اش غنقول لكم، ردهم للتقليدي، خليه ما يشدها من هنا ل 2040. قال لك لا، لحقاش التطبيق ومقدم قبل المسابقه، ما عجبكمش الحال، جاكم الاعلام قاصح، اما التطبيق زايد. بعد ما سمعنا الاعلام عطونا الراي ديالكم اللي جات على خاطركم. هذا التطبيق ديال يلاه اللي دارته المغرب، دارته وشوف فوقاش علمت، فوقاش دارت الاعلام، علمتهم المنتخبات المشتركه والجمهور المشترك. اما هما ردهم لديك الشيء ديال التقليدي، يبقى يطبع ويطلع وينزل حتى يطيبوا الرجلين ديالو، يديه الناس في الاداره. ديك الساعه نيت غيرجع يقول الله ما التطبيق ولا هذا الفيزا ولا هذا طلعوا الهبوط، لانه تسهلت عليه. وقبل ما تنطلق المسابقه ما رضاوش، خارجين كيهضروا كل واحد اش كيقول.
المهم الاخوان ديالنا هاد التطبيق هذا اللي غيسهل عليهم كلشي، ما غادي يلقاو حتى شي صعوبات الا قليل، الا كما كتعرفوا العقليه ديالها شويه وهكا. واحد السؤال دابا، هاد التطبيق كان فرضتو جنوب افريقيا، غتهضر الجزائر؟ غتهضر تونس؟ فرضتو لنيجيريا، غتهضر الجزائر ولا غتهضر تونس؟ فرضتو الكوديفوار، واش غتهضر الجزائر ولا تونس؟ الكاميرون، واش غتهضر الجزائر ولا تونس؟ ما يقدروش يهضروا، ما يهضروش، ماشي ما يقدروش يهضروا، ما غاديش يدويو. فرضتو المغرب، صعبت عليهم المغرب باش واخا الا نظموهم من بعدها ما غاديش يقدروا يديروا شي حاجه، واخا يديروا شي حاجه غيديروا هذيك الشيء ديال الزواق وصافي. المهم الاخوان ديالنا، نتمنى يعجبكم الفيديو، السلام عليكم